جزيرة جيجو هو المكان الذي سيتمكن فيه أخيرا سون جينوو من تحقيق هدفه. كما نعلم يا شباب أنه منذ أن تمكن سون جينوو من الحصول على قوة النظام وكل تلك القوى المرعبة، كان دائما ما يبحث عن عدو قوي يقوم باختبار قوته ضدها. شاهدنا ذلك يحصل مع غوتو ريوجي، ولكن تم إيقاف ذلك القتال. ولكن جزيرة جيجو شوف فقط تحتوي على كم هائل من النمل، أي أن سون جينوو يمكنه إطلاق جميع ظلاله في آن واحد، يمكنهم القتال في ذلك المكان مع آلاف من النملة. كما أنه أيضا هناك خصم قوي أكثر من الرتبة S بفارق شاسع، والذي هو ملك النمل الذي تمكن من جلد الجميع. إذا ذلك الملك ما سيجعل من سون جينوو إذا يتحدى حدوده بشكل أسطوري؟ أين سنرى قتال مرعب؟ وأنا لحد الآن لا أزال أشك إذ كان حقا سون جينوو سيتمكن بقوته فقط من الانتصار ضد ملك النمل. فكما نعلم أن سونغ جينوو يا شباب قريب من المستوى S، لم يصبح أقوى منهم بشكل كبير، ولكن ذلك الملك قام بقتلهم بدون أي جهد أو أي عناء يذكر. لذلك السبب أتساءل ما إن كان جينوو سيتمكن حقا من الانتصار بدون أي مساعدة. أخبرني برأيك في تعليقات، وبحالك لم تشترك فاشترك، لايك وتعليق، ونلتقي قريبا إن شاء الله.